خلص يا ابني انت وهو، افتح لي الباب ده. يقلبوا لي الدنيا عليهم. مفيش حد هنا يا ريس. الشقة دي أكيد ليها باب تاني غير اللي احنا دخلنا منه، دوروا لي عليه، يلا بسرعة. فورة قديم في كتاب مسحور، بتلاقي اسمك عليه محفور، بتنادي عليك أصوات عارفاك، وعيون في الليل بتراقب شايفاك، بتفر تدور عالفصل الأخير، فتلاقي دورك مش باقي في كتير. لقينا الباب يا ريس. ايه يا ابني الضلمة دي؟ محد ينور كشاف. ارجع يا ريس، في صوت، انا مش مطمن. ارجعوا نشوف. ايه ده بقى؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ احنا رجعنا صبا من الشقة تاني. ظهر يا ريس ان البنت مسكون. اكسروا الباب. حد يشوف لنا الكهرباء مقطوعة ليه؟ ما تروح يا ابني تشوف سكينة الكهرباء. السلام عليكم الرب الرحيم. فيها يا جدعان؟ ايه الاصوات دي؟ الحقنا حسن بيه. قلت لك يا حسن مش عايزه غلطه. والله يا هانم كل اللي حصل حكيته لسيادتك بالحرف الواحد. حاولنا نهرب بس الباب اتقفل لوحده. كنا هنموت يا هانم، وفجأة فتحنا عننا لقينا كل حاجة زي ما كانت. الشقة منورة والباب مفتوح ولا كأن في حاجة حصلت. الواد ده لازم يبقى عندي النهارده قبل بكره. يا هانم بقولك بندخل من باب نطلع من باب تاني، وضلمة في عز الظهر وديابة وهنموت، وحضرتك عايزة الواد. لا مؤاخذة يعني يا هانم في السؤال، مين الواد ده؟ فهميني. الواد ده يا حسن في كفة، وحياتك وحياة أهلك كلهم وحياتي أنا شخصيا في كفة. يعني إيه الكلام ده ساعات؟ يعني تجمع الرجالة وتجهز العربيات. الموضوع ده أنا هخلصه بنفسي. ما تقلقيش يا علياء، أكيد هنلاقيها. سيبك من كلام الست اللي جوه دي. يعني إيه الكلام ده يا ريما؟ يعني أختي راحت مش هشوف ياسمين تاني؟ اهدي بس وتعالي نروح، وفي البيت نقعد نفكر في حل تاني. ما هيا أما نخرج مش نموت بالخوف. لحظة يا علياء. ألو؟ وي ماما. بيه يا عزيزتي بيه. اوكي يا عالم، حد يرد عليا. ألم أقل لك أن تلتزم الصمت؟ ملتزمة وزهقت. فين الأوامر؟ وفين سيدك اللي بتتكلم عنه ده؟ أنا عايزة أعرف أنا هنا ليه؟ أنت هنا حتى يقوم السيد حاتم بتنفيذ أوامر سيدي. أوامر إيه دي؟ أذن سيدتي، غير مسموح لي بقول شيء آخر. أرجو منك التزام الصمت هذه المرة، فإن هذا لمصلحتك. مصلحتي إن أمشي من هنا. خرجوني من هنا. حاتم، الحمد لله على سلامتك. انت كويس؟ احنا فين؟ بعد ما وقعت من السلم اللي وراني واحنا بننزل، جريت على عم فرج البواب وشلناك وجبناك عند طنط فريده. مش قادر. انت تقريبا وقعت على ايديك وكنت ماسكها وتتألم وانت نايم، فطنط ربطتها لك. انا عايزه افهم بقى ايه اللي بيحصل لك يا حاتم يا ابني؟ كل يوم والتاني تقع مننا. انت شكلك محسود يا حاتم. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. مره واحده تخت وما بقتش شايف حاجه. لقيت نفسي بمسك في الترابزين وبعدها ما اعرفش ايه اللي حصل. انت لازم تروح لدكتور يا ابني. لا يا طنط،
انا كويس الحمد لله، ما تقلقيش. ده انت خضتني عليك يا اخي. طيب انا هروح اجيب لك حاجه تقوتك يا حبيبي. حاتم، هو احنا جرينا ليه؟ سمعت صوت غريب في ودني بيقول لي اهرب. دي حاجه غريبه قوي. هو بقى في حاجه غريبه بعد كل اللي بيحصل لنا ده؟ فكرك كان مين بيخبط بالطريقه دي وعايز ايه؟ مش عارف، بس عندي احساس انهم نفس الناس اللي حاولت تقتلنا. احنا مفيش بينا وبين حد مشاكل، مين بس اللي هيفكر انه يقتلنا؟ مش عارف بقى والله يا سردينة، انا ما بقتش فاهم اي حاجه. انت كنت فين؟ وليه اختفيت الفتره دي كلها؟ لا يوجد وقت لذلك الحديث سيد حاتم. قوم اقفل الباب بسرعه يا سردينة، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط ودلوقتي. اعدك بانني سوف اشرح لك كل شيء، لكن يجب ان نذهب من هنا سريعا. اشمعنى؟ هيطلع علينا عفريت. لا وقت للمزاح، لقد قمت بإخافة هؤلاء الرجال الذين أتوا إليك منذ قليل ففروا هاربين، لكن سيعودوا ولن يكونوا وحدهم. عفريت بيخاف. يا حلولي، زي ما خوفتهم في الأول ما تخوفهم تاني، ايه المشكلة يعني؟ سيد حاتم، أنا لست خائفا عليكم من البشر، بل من سيأتي معهم. اودي المايك ده فين يا جماعه؟ حد يقول لي. ايوه خدي. شنو الورقه هذه؟ دي ورقتك، بسرعه اقري الاسماء قبل ما البتاع اللي بياخد المايكات ده يجي. ليه انا مش حاضره. امان ليه؟ ايه دي خالص، دي سهله اوي. خدي نفس وابدأي. اسماء الممثلين حسب الظهور: احمد عصام، مصطفى بدر، اسامه واصل، رانيا الحوتي، خلود الطلحاوي، سلمى عليان، هند البهجي، محمود كمال، محمد أسامة، عمرو ياسر، مهتاب موسى. برافو عليكي، شفتي سهل ازاي؟